عمرو. كابتن مصر، ازيك يا كابتن خالد؟ الو. ازي حضرتك يا كابتن؟ كابتن عمرو. يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن، الحمد لله كله بخير بفضل الله. تمام. كابتن عمرو، يعني طبعا خلاص كل الناس عرفت ان انت استقريت في امبي، وان الحمد لله ان انت مشكلتك غير مشكله شيكابالا، وان انت تستطيع ان انت تلعب عشان انت فسخت عقدك قبليها وخلاص، والبطاقه وصلت، وكنت موجود في الماتش اللي قبليه بتتفرج على فرقتك في المدرجات، انا شفتك. الامور كانت كلها في اطار ان انا حتى كنت العب ماتش سموحه، حتى لغايه ماتش امبارح اخر تمرينه علولي بس مرنت التمرينه المفروض كنا طالعين على المعسكر، كان كل الامور مستقره، كنت هبدا برده المباراه. ايه اللي حصل؟ انا سمعت كابتن طارق عشري على قناه النادي الاهلي بيقول ما ينفعش، وقفل تليفوناته واختفى، وده ما ينفعش. زميل محمد الليثي قال له طب ايه المشكله ما كنت تخصم منه؟ قال له لا ده ما ينفعش، ده قفل تليفوناته ومشي وساب المعسكر من غير ما يقول لحد، وما قالناش اي حاجه، وهو بلغ رئيس النادي ان هو خلاص فسخ عقدك. عايزين نفهم بالزبط. ايه السبب؟ بص يا كابتن خالد، انت عارفني انا راجل يعني ايه في المواضيع ما بحبش اتكلم كتير، بس لما بطلع اتكلم في ناس معينه بحب اتكلم، انا عارف ان عندها مصداقيه في يعني لما بتحب ان هي تسال عمرو عشان توضح الامور، مش بتساله عشان خاطر ان ليها هدف معين، فبحب اتكلم معاك، او من الناس اللي بحب اتكلم معاك يا كابتن خالد. اتفضل يا عمرو. بص يا كابتن، هو يعني ايه كابتن طارق اتكلم من منطلق ان هو واثق كويس قوي ان عمرو خد قرار، لانه النهارده لو يعني عمرو ما هيجيب لسه لعيب النهارده، جايبه اول يوم فاهم ازاي؟ ويقول لك نخصم منه، ولا النهارده لو كان الخصم النهارده هو الحل كان عمل كده، لكن هو عشان عارف، وانا بلغت الكلام دوت. اولا انا بحترم الجهاز كله وبحترم اداره نادي انبي كلها، بدليل يا كابتن خالد انا طلعت معاك واتكلمت احسن كلام، وفعلا هي دي حقيقه، ولغايه دلوقتي بقول لك هي دي حقيقه، ناس محترمه جدا صحيح. سواء الكابتن طارق او مجموعه اللاعبين اللي موجوده كلها او مجلس الاداره كله برئاسه باشمهندس بدر، تمام. بس انا يا كابتن خالد انا نفسيا حسيت ان انا مش هكون مستقر، انا مش هحب اتكلم في اسباب، لكن انا يعني موقف على موقف على موقف، فاهم ازاي؟ من وجهه نظر الشخصيه، لان كل واحد فينا ليه وجهه نظر، يعني لما جيت رحت انبي وجهه نظر انا كنت حتى مختلف مع اهلي، هم كانوا حتى رافضين، انا الوحيد اللي رحت كده من نفسي، وكانوا هم رافضين انا رحت، انا وجهه نظري شايف ان انا كنت رايح انبي. لما انا جيت انا من نفسي كده اتمرنت مع حوالي اسبوعين، وضيت للناس على بياض، اشتريت الناس، طلعت اتكلمت الكلام اللي هو فعلا ده حقهم، كنت مبسوط جدا معاهم، لكن مع الوقت انا نفسيا حسيت ان مش مرتاح، سواء لمده تعاقد اللي هي 2.5 سنين، سواء لامور 3 4 حاجات كانت المفروض اتفاق بيننا وبينهم، هل هم متعمدين او غير متعمدين؟ هنفترض ان هي كويسه هم غير متعمدين، لكن الامور دي ما ريحتنيش، وانا شايف يا كابتن ان الموضوع مش محتاج كلام كتير يا جماعه. انا رحت النهارده مضيت في النادي دوت كنادي انا بعتز بيه وبثق فيه، والناس فتحوا لي الباب ودخلت مرنت وكنت ماشي معاهم ملتزم جدا 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 لغايه تمرينه امبارح، بدليل ان الراجل لو مش ملتزم النهارده، او الراجل النهارده سواء ما يأهلنيش سواء بدنيا او ان انا راجل فت، ما كانش الراجل هيدخلني عايز يبدلني ماتش سموحه، ما كنتش برضه هلعب المباراه بتاعت امبارح، كنت بادئ فيرود لوحدي. معاك يا كابتن خالد؟ معاك يا كابتن عمرو، سامعك. ايوه يا كابتن، فانا جيت لغايه قبل تمرينه امبارح، حصل يعني موقف على موقف كده، يعني خلاص يعني كان عندي مثلا حاجتين 3، لا حصل كمان حاجات، فانا نفسيا حسيت ان انا مش هكون مرتاح، وانا عشان اكون موجود في مكان، انت عارف يا كابتن حضرتك كنت راجل نجم كبير ولعيب، فعارف ان اللعيب عشان يكون النهارده في بدايه تعاقد لازم يكون نفسيا مرتاح، لان لازم نبقى كنا كده يعني الامور واضحه، يعني مش محتاج واحد يخبيها. انا مش رايح انبي النهارده عشان هزيد اعلاميا، لا نادي انبي كبير وكل حاجه، لكن مش ما هوش نادي يعني مثلا الزمالك والاهلي اللي هو وراه اعلام كبير، لا هو نادي محترم ونادي بيشتغل في هدوء، فاذا مش هستفاد منه حته اعلاميه. الشيء الثاني مش هستفاد منه برضه ماديا، انا مش رايح ماضي في انبي النهارده ب5 مليون جنيه السنه، مش عادي كان 2 في مكان وراحوا ب5، فاذا انا رايح المكان ده حبا في المكان وفي اللعيبه اللي كلها كانت بتكلمني، والكابتن طارق العشري، وبقول مصر لغايه دلوقتي بقول لك اما حته ان انا بحترم الكابتن طارق العشري، انا بحترمه جدا جدا جدا، وعلى فكره انا اعتقد ان الكابتن محمود كان عارف ان انا يعني حاجه زي دي هتحصل مني، لان انا اتكلمت مع اللعيبه قبل التمرين، بس ما حبيتش ان انا اخد بلبله او ان انا اشتت اللعيبه، لان كانت التمرينه الاخيره للماتش سواء الكلام ده كله او التكتيك اللي هنلعب عليه، فمن نوع ان انا راجل النهارده راجل عندي خبره، فما حبيتش اتكلم مع اللعيبه خالص. اتكلمت مع المدرب شويه، التمرين مباشره خدت يعني دخلت اوضه اللبس، غيرت هدومي ودخلت على لعيب سلمت عليهم، استاذنتهم وقلت لهم ربنا معاكم يا جماعه، حتى اللعيبه كلها متفهمه الموقف دوت، حتى اللعيبه نفسها كمان هم في المعسكر، حتى يعني بعد ما كنت قاعد معاهم الناس كلها كانت بتكلمني، ومش عايز اقول لك انا بقى في صفي ومش مصفي، يعني الناس فاهمه كويس قوي. طيب معلش يا عمرو، كابتن الطريق. طب عمرو عايز اسمعك بس في حاجه، عايز اعرف حاجه، انت
انت بتحترم كابتن طارق العشري ايه النفسيا اللي خلاك فجأة تتغير او تتضايق او تحس ان انت مش عايز تكمل؟ يعني هي مش محتاجه، هو خلاص الواحد لما يكون مش محتاج يعني نفسيا مش مرتاح، اكيد حصل مواقف، بس انا راجل النهارده بحافظ مش عايز تتكلم في المواقف يعني دي. انا مش عايز اتكلم، بس هو بص يا كابتن، اولا انا بقول لحضرتك كابتن طارق عشان على فكره كان قاعد في جزء من الحديث، يعني فاهم ازاي؟ هو انا بقول لحضرتك يا كابتن ان هي ممكن تبقى حاجات صغيره في نظرك انت، ممكن في النظر انا شايفها كبيره. لان انا بالنسبه لي الحته التقديريه النهارده، او ان انا يعني في 1 2 3 4 النهارده مطلوبين من اللعيب في بدايه تعاقد، وفي 1 2 3 4 مطلوبين من النادي في بدايه تعاقد. فاذا النهارده الامور لا هي كانت تخص الامور الماديه، فاهم ازاي؟ ولا الكلام ده كله، هي القصه كلها ان انا رايح في امور بالنسبه لنا اكبر. لان انا قلت لحضرتك النهارده لما كنت موجود في الزمالك انا جامد نفسي. هل من ضمنها عمرو، هل من ضمنها كما قيل؟ اقول لحضرتك كنت ممكن النهارده لو ليا 100,000 جنيه كنت ممكن النهارده اتخانق وازعل. صحيح غلط، وانا من نفسي جيت ليا 2 3 مليون. عمرو هل من ضمنها عمرو ان انت كنت عايز الشاره مثلا وهم رفضوا؟ كنت عايز ايه يا كابتن؟ كنت عايز ان انت تكون كابتن الفريق وهم رفضوا؟ لا هو كان الكلام ده ما اثرش النهارده ولا قبل كده لسبب واحد. هو كده انا يعني الطبيعي ان انا راجل كابتن فرقه بالاقدميه، انا راجل اول واحد موجود فرقه، انا من 10 سنين يعني من 2003 كنت مع الفريق. طب هل اثير الموضوع ده وكابتن طارق قال لك لا ما ينفعش؟ انا اقول لحضرتك حاجه، ممكن تسال فيها الكابتن عمرو فهيم، ممكن تسال فيها رامي صبري كراجل كابتن الفرقه داخل الملعب. فاهم؟ انا اذا كنت طلبت اشاره الكابتن من حد او الكلام ده كله اطلاقا لا. تمام. طب اسالك سؤال يا عمرو، دلوقتي تعالى بقى نتكلم في المستقبل. دلوقتي انت فسخك لعقدك ده، هل انت معاك البطاقه الدوليه وتقدر تتأيد في نادي تاني، ولا انت طالما تعاقدت وطلع لك كارنيه فانت كده هتفضل السنه الجايه؟ يا كابتن انا مش سامع حضرتك كويس، معلش حضرتك شويه. انا دلوقتي يا عمرو بص، انت دلوقتي اتأيدت في امبي رغم ان الباب القيد مقفول عشان انت فسخت عقدك في الفتره القانونيه. القصه اللي اتكلمنا فيها طبعا. طب دلوقتي انت دلوقتي طلع لك كارنيه واتأيدت في امبي. تمام. فلن تستطيع ان انت تفسخ عقدك دلوقتي وتنتقل لنادي على طول، لان انت اوريدي. يا كابتن عايز اكمل لك بس يا كابتن، انا اوريدي فسخت عقدي مع امبي. تمام، بس انت طلع لك كارنيه واتأيدت. ما هو انا طلع لي كارنيه واتأيدت، انت بتتكلم حضرتك النهارده لو في نادي ثاني ليه حق ان انا العب ولا ما العبش، صح؟ لا ما انا خايف عليك، يعني انا بتكلم دلوقتي على نقطه يعني ده حضرتك يعني ده السؤال يعني هل انت كده ممكن مثلا بكره؟ انا كابتن في حته مصر النهارده اللي هي لازم النهارده بنرجع لرحله الاتحاد المصري ولائحه شؤون اللاعبين. هو في النهارده نادي واثنين كلموني في مصر طلبوا ان هم يعني عايزين يتعاقدوا معايا والكلام من ده. تمام، قلت لهم والله انتوا دي انا لما كنت فري، فاهم، كانت حاجه تخصني انا، فانا اللي سالت، فانا اللي ساعدت فيها في حاجه انا واثق. فاهم؟ اما حاجه زي دي انتوا ممكن تسالوا فيها لائحه شؤون اللاعبين او اتحاد الكوره او بنود اللائحه بتاعت الاتحاد المصري، هل ليها الحق النهارده كراجل ما سجلتش ولا لعبتش ولا دقيقه ولا دخلت سكور في نادي انبي؟ ما هو المشكله عمرو، دلوقتي ان انت دلوقتي في نسبه كبيره جدا مش هتقدر تلعب في نادي غير بدايه الموسم الجديد، لان انت لا يا كابتن انا اقول لحضرتك على حاجه. ممكن ده يكون في مصر لكن انا من حق ان انا زي ما بتقول ممكن امضي، لكن يعني بخصوص مصر او نادي في اوروبا الترانسفير في قافل، او في الخليج الترانسفير في قافل، سواء في مصر او في اي مكان اللي هو اوروبا او الخليج او الكلام ده كله، هو الترانسفير فيه قفل. ما ينفعش اروح. لكن ممكن تروح في غير من شهر 6 ولا 7. اما كابتن اي بلد فاتح فيها ترانسفير غير الاتحاد المصري، اي اتحاد زي مثلا بنتكلم الصين، كازاخستان، العراق، مش عارف ايه، صحيح. السويد، النرويج، الانديه اللي اتحاداتهم فاتحه، من حق ان انا اخش والعب. صحيح. تمام يا عمرو. في النهايه يا عمرو بنتمنى لك التوفيق يا عمرو، وبس كنت عايز اوضح الموضوع لان ممكن الناس تفهمه غلط. انت عندك بعض المشاكل وفي النهايه خلاص لن تستمر مع طبعا. اختم كلامي مع حضرتك كابتن. اتفضل يا عمرو. الشكر طبعا لاداره نادي انبي وللكابتن طارق العشري وللاعبين اللي هم الناس تفهموا موقفي، وان انا رحت وقعدت مع الكابتن عبد الناصر امبارح، كلمته واتفقت معاه النهارده وقعدت معاه، وبمنتهى الاحترام قعدت معاه النهارده، وكنت واخد حتى مبلغ مادي، رديت له المبلغ المادي وكتبنا وبعت للاتحاد المصري وكنسلها، وكلمت زمايلي كلهم النهارده لعيب او يعني بعض اللعيبه يعني. قلت لهم ربنا معاكم ان شاء الله، وربنا يكرمكم الفتره الجايه بكل ادب وباحترام. يعني مش شرط النهارده يا كابتن عشان عمرو فسخ النهارده قاعد او طالع او حاسس النهارده انه مش مرتاح في المكان لازم يكون في كارثه عشان نطلع ان هي نقعد نتكلم فيها ونقعد نفتح مواضيع. لا يا جماعه، انا رحت من نفسي وجيت من نفسي برضه، قلت يا جماعه لا انا بشكر الناس اللي بحترمها، انا حاسس ان انا مش هقدر
مش هكون مبسوط، او احس ان انا يعني في امور حسيت ان انا، لان عادي كان 2.5 ما هوش 3 4 شهور فهيخلصوا وهروح مكان تاني، لا، او ان هم يشوفوني او اشوفهم، لا عادي كان 2.5 فانت بتتكلم النهارده انت ممكن تكون يعني بتنهي حياتك او 3/4 مشوار حياتك في النادي، فلازم الامور كلها كانت تبقى انت شايفها مستقبليا قبل دلوقتي، صح؟ بس تمام. ده كان وجهه نظري، يعني بشكرهم يعني جميعا سواء الاداره او كل اللاعبين او كابتن طارق العشري. عمرو اسالك سؤال، ان شاء الله حتى ان شاء الله اشوفها كويسه ليا ان شاء الله. عمرو اسالك سؤال يمكن انا احسه عشان انا كنت لعيب كوره وكنت برضو متاثر عاطفيا. انا حاسس ان السؤال ده مش هيبقى سؤال هوا. لا بتكلم جد، يعني فكره عمرو ان انت، هل انت يعني حاسس بحاجه غريبه وانت بعيد عن فانيله الزمالك؟ يعني ابقى كذاب النهارده ان انا لو قلت لك حاجه زي كده، يعني لو قلت لك حاجه غير كده. يعني بص يا كابتن، النادي يعني هو انت طبيعي النهارده راجل يعني قعدت 5 6 سنين مع النادي، مع ارتباط جماهيري، مع صحيح. في نادي الزمالك، وانت في منتخب مع اعلام كبير بيمثل نادي الزمالك، يعني حتى انا وانا كنت في انجلترا ولا الكلام من ده، عمرو زكي لاعب نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك كان بيتقال عالميا فاهم ازاي؟ من خلال نادي الزمالك. لا طبعا الزمالك كيان كبير جدا، وطبعا يعني انا حتى لسه يعني بعض الناس او بعض المواقع كانت بتكلمني بتقول لي سمعت كابتن حسام كلمك مش عارف عشان المقاصه، ونادي الزمالك النهارده بيكلموك عشان تمضي لهم من دلوقتي عشان السنه، يعني تمضي لهم عقد عشان السنه الجايه. قلت له قبل اي حاجه انا مش محتاج ان انا اقول نادي الزمالك لو جالي النهارده انا همضي له ولا الكلام ده خالص، نادي الزمالك ده بيتي، لكن اطلاقا لا كابتن حسام كلمني اطلاقا، ولا لغايه برضه المره بقول لحضرتك برضه مفيش اي مسؤول في نادي الزمالك كلمني فتح معايا العوده لنادي الزمالك، لكن طبعا ده بيتي وده مكاني، سواء مجلس اداره دوت او اي مجلس اداره، لكن هو ده بيتي وده مكاني، لكن مفيش، لكن طبعا اكيد طبعا وانا بعيد عن نادي الزمالك اكيد في يعني مع احترامي للجميع في فروقات، يعني انا راجل النهارده ما بنكرش عيش وملح النهارده او كيان ليه فضل عليا، لان انا في الاول وفي الاخر انا لعيب، لكن نادي الزمالك كيان كبير، لان الكيان ما بيتمثلش في لاعبين او مجلس اداره، اللعبه بتتغير، مجلس اداره بيتغير، لكن الكيان ثابت، الكيان اللي هو اسم نادي الزمالك، الكيان اللي هو اعلام نادي الزمالك، الكيان اللي هو جماهير نادي الزمالك. تمام يا عمرو، وبتمنى لك دايما التوفيق يا عمرو. ربنا يخليك يا كابتن خالد، متشكر جدا لحضرتك. عايزين يا جماعه دايما يعني عمرو